إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الإخوان في حلقة جديدة بطبيعة الحال اللي غادي نتكلموا فيها على لو اس تي، يعني الإعلان الرسمي ديال بطبيعة الحال فتح الترشيحات لولوج المدارس العليا للتكنولوجيا لو اس تي بيان سور. بالنسبة للناس اللي عندهم الباك 2004 اللي غادي يشدوا إن شاء الله الرحمن الرحيم باك 2024، ولا الناس اللي عندهم باك 2023. فكيف ما كتعرفوا بانه المدارس بداو كيفتحوا وحده مورا وحده بطبيعه الحال، وهذا الشيء هذا مساله طبيعيه بطبيعه الحال. اذا نتوما كتلامذ بيان سور حاولوا ما امكن انكم تبريباريو بطبيعه الحال لي كونكور بالنسبه للمدارس اللي فيهم ليكري بطبيعه الحال. فلو اس تي الاخوان بحالها بحال لي فيستي، ما كاين لا إكخي لا أوغال، فقط هناك خصكم تعرفوا بأن هناك انتقاء فقط. هذا الانتقاء هذا كيتم من خلال 27% 25% عفوا الجهوي، و75% ديال الوطني. هذيك لا نوت اللي غادي تكون عندك غادي تضربها في معامل الترجيح، وهذا الشيء كله راني ديجا شرحته لكم في الفيديو ديال لي فيستي، وماشي مشكل غادي نعاود على أنني نشرحه في لو اس تي. هذه من جهة. من جهة أخرى بالنسبة للإخوان البداية ديال التسجيل مازال ما بداش الإخوان، التسجيل مازال ما بداش. التسجيل إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي يبدا حتى هو يوم الثلاثاء 2 يوليوز المقبل إن شاء الله الرحمن الرحيم، وغادي يسالي التسجيل يوم 29 يوليوز 2024. تفهمنا؟ سي تخي بيان. إذا غادي نحاولوا نديروا واحد التعريف بسيط على لو اس تي. لو اس تي الإخوان هي كما كنعرفوا المدارس العليا للتكنولوجيا بطبيعة الحال، كتعتبر من بين أبرز المعاهد العليا العمومية بالمغرب، واللي كتساهم في إعداد تقنيين متخصصين عاليين بطبيعة الحال، لأن الدبلوم كيتعطى على حساب دي تكنيسيان سوبيريور مكون نظريا وتطبيقيا ومتوفرين على مهارات تقنية بطبيعة الحال. هنا عندي مجموعة من المجالات كالاقتصاد، التجارة، التكنولوجيا، الفلاحة، الكهرباء، الميكانيك إلى آخره. عندكم المدة ديال الدراسة عامين، كتاخدوا الدبلوم ديال دي يو تي الإخوان. تفهمنا؟ بالنسبة لابورس كتعطى على من 3 موا ل 3 موا. هذه من جهه. من جهه اخرى اللي غادي يسولني لا استاذ انا عندي باك ليبر واش غندفع؟ اي اخويا عندك باك ليبر غتدفع. علاش؟ لانه شرط السن ما محددش. صافي هذه المساله هذه راه اللي متبعني راه عارف شنو كاين. بالنسبه للشعب ديال البكالوريا اللي مقبوله، عندنا سيونس مات ا ولا بي، عندنا ايضا باك علوم تجريبيه اس في تي ولا بي سي، عندنا باك في العلوم والتكنولوجيات، وعندنا الباك في ليكونومي اقتصاد ولا باك مهني بطبيعه الحال. تفهمنا؟ هنا كاينين مجموعه من التخصصات الاخوان، كاينين مجموعه من التخصصات. كل تخصص راه كتلقاه في واحد المدينه، يعني ماشي بالضروره مثلا اسفي التخصصات اللي في اسفي غتلقاها في اكادير، اكادير ماشي هما اللي غتلقاهم في الصويره الى اخره. مزيان. وهنا الاخوان عندنا كل مدرسه وبطبيعه الحال عدد المقاعد ديالها. فإلا مشينا مثلا لقنيطرة الإخوان، عندنا مثلا الشعبة أو المسلك ديال جيني دو لوجيسيال مثلا عندنا 55 مقعد. مثلا الا مشينا مثلا سيستيم امباركي بور لوطوموبيل عندنا 55 مقعد. الا مشينا مثلا للخنيفره هنايا عندنا بيو اناليز اي كونترول عندنا 40 مقعد الى اخره الى اخره الى اخره. مزيان. قبل ما غادي نشرح لكم معامل الترجيح غادي نتكلموا شي شويه على الافاق. تفهمنا؟ غادي نتكلموا شي شويه على الافاق بطبيعه الحال. بالنسبه للافاق يعني ممكن على انني نكمل ممكن نكمل في الاجازه او الماستر او الدكتوراه. ايضا ممكن نولج المدارس الخاصه بالمهندسين، وهذه هي اللي حاجه مزيانه لكم، يعني ممكن انكم تكملوا سيكل دي زانجينيور، وممكن انكم تخدموا من ديك عامين مباشره تدخلوا سوق الشغل، او ممكن ايضا انكم تكملوا الدراسه ديالكم في الخارج. وشحال من واحد تواصل معايا كان دار لو اس تي ومشى كمل قريته على برا في لا فرونس مثلا. تفهمنا؟ مزيان. دابا غادي نمشيو لمعامل الترجيح. فوالا. دونك بالنسبه للاخوان المعامل ديال الترجيح، فمثلا فمثلا الا مشينا الا مثلا كنتي باغي دير مثلا فيليير ديال جيني ميكانيك اي برودكتيف جيني ميكانيك ولا اندستريال نافال، هاد الشعب هادو كاملين الا كنتي مثلا بغيتي تدفع ليهم وكانت عندك مثلا باك علوم رياضيه، فراه المعامل ديال الترجيح هو 1.4. الا مثلا بغيتي دير مثلا الفيليير ديال جيني سيفيل ولا كونستركسيون دورابل مثلا، وكان مثلا نتايا حاصل على بكالوريا علوم فيزيائيه، كتضرب ديك لا نوت اللي عندك ديال 75% وطني و25% جهوي كتضربها في معامل الترجيح. الا مثلا بغيتي دير مثلا جيني دو لونفيرونمون ولا جيني دي بروسيدي ولا جيني دي مين ولا مهم، يا اما الا كانت عندك مثلا بكالوريا اس في تي كضرب في 1.2، الا كانت عندك بكالوريا علوم رياضيه كضرب في 1.3. اذا هنا هاد المعامل الترجيح غير باش تفهموا باش نزيد نشرح لكم شنو كيوقع.
مثلًا كتشد ديك النقطة د الوطني كضربها ب0.75، كتزيد عليها النقطة ديال الجهوي كضربها ب0.25، ديك النقطة اللي غادي تجيك غادي تضربها في معامل الترجيح، إذا معامل الترجيح كيكون عنده علاقة مع ديك الشعبة اللي غادي تختار، تفهمنا؟ مع ديك الشعبة اللي غادي تختار. كنتمنى الإخوان أن هاد المسألة هادي تكون واضحة. اللي عنده شي تساؤل ولا شي حاجة مرحبا به يتواصل معنا. بالنسبة أيضًا هاد المدرسة ديال الEST حتى هي ضمنيًا كاينة في العرض ديالنا ديال باك 2024 وحتى باك 2023. نتمنى لكم التوفيق الإخوان، الله يعاونكم، ومازال غادي نتلاقاو إن شاء الله في فيديوهات قادمة غادي نوريكم الطرق ديال التسجيل، فقط لأنه مازال ما بداش التسجيل داكشي باش عطيتكم واحد التعريف بسيط على الEST bien sûr، واللي محتاج شي مساعدة مرحبا بكم الإخوان والله يعاونكم.